السلام عليكم شباب بنات. شبابكم شرفتش الخرز هذا من كلش هذا من كلش. يلا خلينا نشتغل. شنو هذا الوان؟ لا لا خلي خاصة بس بدنا قبل. شوف نحتاج سلة. شوفوا هذا اللي قلت عليه. مساء الخير، شلونكم متابعيني؟ شخباركم؟ اهلا وسهلا بكم، واللهم صل على محمد وآل محمد، وان شاء الله يومكم مليء بالسعادة والحب، ومليء ان شاء الله بالامل، ومليء بالنجاح، وهي بداية مدارس، وان شاء الله يا ربي تكون بداية خير علينا وعليكم. مثل ما جاي تشوفون فيديونا اليوم اجيناكم بتحضير او روتين تحضير يعني قرطاسية المدارس. طبعا هو مو بس قرطاسية، احنا بالبداية احنا سجلناهم مدرسة، يعني المدارس الأهلية يعني يسجلون من يبدي صف جديد يروح يسجل، الطالب يروح يسجل، فاحنا رحنا سجلناهم وما صورت لكم التسجيل، يعني كنا شوي مستعجلين، ومن طلعنا من التسجيل وخلصنا واستلمنا لهم كتب وزي رحنا للمكتبة اخذناهم فدنوب حتى نجهزهم قرطاسية. ومثل ما جاي تشوفون المكتبة بكل شي بيها، يعني شغلاتها تجنن، هواي شغلات حلوة، يعني بعد تعرفون الأطفال ان يشوفون هيك شغلات بالمكتبة هواي، وشغلات يعني تجذب بدهم يعني كل شي ياخذون. فبدينا نجهزهم بالدفاتر. أول شي أخذنا الفنونة دفاتر، وأخذنا الحمودي هم دفاتر، يعني دفاتر صف سادس، ابني حمودي محمد هو اسمه، صف سادس، وأفنان صف ثاني، فكل واحد أخذنا اللي يناسبه، لأنه صف سادس شوي يعني إنجليزي كتابتهم أكثر، رياضيات أكثر، فأخذنا لهم كل اللي يعني الدفاتر اللي تناسب المادة مالتهم. هنا هذه المطارات واللانش بوكس والمحفظات، فهنا بهذا القسم كلش حلوات، يعني أشكال حلوة وجديدة، فيعني الطالب يعني شلون مثل ما تقولون تصير إلى واهس بالدوام، يصير إلى واهس بالمدرسة، بنشوف هاي الأشكال، يعني الصراحة إحنا الكبار يعني نشتهيهن ونحبهن. فأخذت الحمودي تقريبا هذا اللانش بوكس بعدين تشوفونه أخذنا له، وفنونة أخذنا لها نوعية تختلف. سولفونا يعني انتم جهزتوا؟ اكو ناس لحد الآن ما مجهزين بعدهم، اللي عنده مثلا أكثر من شخص بالمدرسة، فلحد الآن بعدهم ما مجهزين، أو كل من إلى أسبابه. طبعا أكو ناس يعني لحد الآن وضعها المادي مو تمام، أو يعني ما عندهم وقت، فيعني أكو لحد الآن هواي ناس أعرفهم إنه ما مجهزين لحد الآن القرطاسية أو حتى الملابس. فالحمد لله والشكر احنا جهزنا تماما، ما بقى شي، حتى انه وصلت مرحلة التجليد، جلدت اخير شي لمحمد وخلصت وارتاحت، ما بقى شي بعد. اصلا هو الدوام ما بقى له شي، فلازم نخلص كل شي، شغلاتهم كلها يعني لازم تخلص. وهنا خلصنا مسواقنا وراح نطلع للبيت، نجي واشوفكم قرطاسيتهم وشغلاتهم المدرسية. طبعا هم يعني بصراحة كلش متونسين، خصوصا انه هاي المكتبة هم يردون يروحوا لها دائما، فأصروا انه الا يتسوقون قرطاسية من عندها، ورحنا لها وسوقنا قرطاسية من عندها. يعني اكو شغلات صراحة غالية، واكو شغلات يعني متوسطة، وقليل الرخيصة والله، بس اكو غالي واكو متوسط، قليل يعني شغلات رخيصة، مثل يعني تروحين للسوق تشوفين يعني هواي شغلات
يعني مثل ما تقولين على قد حالتك المادية، واكو شغلات لا اكو اغلى، واكو شغلات متوسطة يعني السعر. بس هذه المكتبة لا، ما بيها شي رخيص، بيها غالي وبيها متوسط. اي تقريبا اكثر المكاتب هيجي. فيعني انصحكم اللي حالته المادية او وضعه المادي على قده انه لا يروح مكتبة نهائيا. يتسوق من السوق، خصوصا من البسطيات تكون شغلاته رخيصة وبنفس الوقت حلوة، يعني تمشي شغل. ايوه اجينا البيت حتى ان نراويكم القرطاسية. طبعا فنونة كل سنة تاخذ هذا القلم اللي هذا ابو الوان الجاف وما تكتب بيه، بس هيك تشوف شكله يعني يكون لازم تاخذه. فاخذنا له هذا اللانش بوكس العفو، اخذناه هو ومطارته قلاص يعني وياه. اي احنا مشتري لها مطارة، بس هذا يعني زيادة الخير خير، يعني جو اللانش بوكس يفيدها. يعني الصراحة هم اكثر من مطارة يعني اشتريت لهم العام اكثر من مطارة، تنكسر تطيح من ايدهم، تنكسر يعني تنثقب بسرعة، تقوم تصب عليهم ماي. فاخذنا اكثر من مطارة. وهاي دفاتر فنونة كلش حلوات صراحة، انا هم عجبني. كلش حلوات. شوفوا الرسمات اللي على الجلاد، حتى يعني ما بدي اجلدهن واوخر رسماتهن، فجبت لهن جلاد شفاف، وطلع مو كلش شفاف يعني كلش بي نقشة. هالسنة جاي الشفاف بي نقشات، مو مثل العام لا شفاف يعني شلون ما تقولون شفاف يعني شفاف. ما بي نقشة، سادة. وهذه الوان حمودي اخذنا له، ابو اختار له هاي الالوان، قال له هاي الالوان زينة. وهذا اللانش بوكس اخذته الحمودي، قلت له شنو اخلي لك بيه اول يوم دوام؟ يقول لي تمن ومرق. يضحك. لانه هو بعمره ما مسويها انه ياخذ تمن ومرق. شوفوا هنا اقول لكم هنا تمن وهنا مرق. بس يشوف طلاب يجيبون تمن ومرق وياهم، ويجي يقول لي يعني يجيني ماما وهذا فلان جايب تمن ومرق اليوم. اي فبعد يعني كل طالب وشنو يحب ياخذ وياه يخلوا له باللانش بوكس. احنا نخلي يعني اقلي لهم قلي مثلا الكبة البرجر السمبوسة اخليها لهم، وياها فواكه، وياها مرات الكاكاوات اكثر شيء نعطيهم، ما نعطيهم حلويات هواي باللانش بوكس. وهذه كتب حمودي رياضياته صف سادس هالسنة، واندعونا ان شاء الله يا رب يجيب معدل بالسادس. فانا دائما اقول له اريدك تجيب معدل بالسادس، يعني حتى ان شاء الله هذا المعدل نفسه تجيبه بالسادس اعدادي، واقعد اسولف وياه هيجي حتى شوي يعني يتحفز اكثر، يصير عنده واهس للدوام اكثر. فدائما يعني سولفوا ويا اطفالكم عن الدوام، حببوهم بالدوام حتى يعني يحبون الدراسة، يعني يكونوا متشوقين للدوام. وتلقائيا هي هذه الأمور وهذه الشغلات هذه القرطاسية تخلي يعني الطالب يعني شلون ما تقولون يتحمس انه يداوم. واكو بعض المدارس داومت، مدارس يعني الأهلية طبعا مو الحكومية، اكو بعض المدارس الأهلية داومت يوم 25/9 داوموا، فهو الدوام 1/10 اي، ف25/9 داوموا. اي هو بالنسبة لمدرستهم مدرسة حمودي وفنونة صف اول ايضا داوموا، لان يردون يهيئوهم، يردون يعني يعودوهم قبل كم يوم عن الدوام، فداوموا. مثل العام كانت فنونة ايضا داومت قبل الدوام ب3 ايام، حتى يعني شوي يعني مثل ما تقولون تتهيأ للدوام، يعني نفسيا تعرف صفها اكثر، معلمتها يعني تتعود عليها هيك. وهذا زيهم مثل ما جاي تشوفون، فنونة هذه صدريتها رصاصي ووردي والقميص وردي، وحمودي هم يعني البنطلون رصاصي والقميص وردي. وهنا هذه مرحلة نجلد الكتب، هذا جلاد اخذت لهم ولادي وبناتي، بس هو الولادي نص طلع يعني من فتحناه نص طلع بناتي،
طلع بي جلادين ولادي العفو. اي بس جلادين طلع، والباقي كلهم بناتي اخذتهن فنونة. وهذا الشفاف، وكانت هاي نقشته اللي عليها علامة صح. اجيت للبيت يلا انتبهت على هذه النقشة مالت الشفاف. اي فدائما انتبهوا على النقشة انه لا تكون قوية حتى لا تاخذ يعني لمعة الرسمة اللي بالدفتر، لأن صراحة الرسمات حلوة واحد ما بده يغطيها. وهذا الجواريب طبعا حتى السكينات ما راوكم وياهن. اشتريت سكينات إنه للبيت. وهذه محفظة حمودي. هنا اكو احنا مو كل شيء طبعا اخذنا، بقى عندنا نواقص انه ذكرناها بعدين، فرحنا محل يمنه هو طبعا هم اسواق كبيرة، رحنا سوقنا من عنده. وهاي جلدت الكتب مالتهم، وتقريبا خلصنا والحمد لله. ان شاء الله يا رب يعجبكم الفيديو مالتي، ولا تنسوني من اللايك والاشتراك. اللايك مهم الي وللفيديو او للقناة، حتى يصعد الفيديو بلايكاتكم الحلوة. شكرا لكم ولمتابعتكم ولايكاتكم، ويا رب ان شاء الله تكونون استمتعتوا بالفيديو، ومع ألف سلامة.